انا نسيت جو ده بالظبط. انا انت بارت 1 ده نساني، انا خلاص بقيت متعاطف مع جو اللي هو أنت طيب قوي كده ليه. اهلا بيكم من على الكنبه. ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ النهارده هنكمل بارت 2 من يو ونشوف بقى المنكش اللي حصل ده. طبعا يعني احنا هنخش بحرق على طول، فاللي ما شافش لسه بارت 2 يرجع يشوف الحلقه اللي احنا عملناها في بارت 1 ويرجع بيها. بالظبط، نخش على طول. نخش على طول. اول حاجه مهمه حصلت هي طبعا الريفيل بتاع ان ريس مش حقيقي، او بس يعني اللي جو بيتخيله يعني. ايوه لا كان في حاجه قبل كده حصلت تكمله الاحداث اعتقد، منها مثلا ان الخدامه ولا مش فاكر اللي هي الست المجنونه اللي كانت بتستوك اسمها ايه اللي كانت في الفرح ده، الواد اللي هو حبيبها ده مستفز ده قوي، مقرف قوي بجد كان مستفزني طول الحمد البتاع. لله نهايته كانت جميله، نهايته اقسم يعني هي نهايه موفقه. حرفيا تقريبا مفيش حاجه قبل الريفيل حصلت مهمه تاني. هو بس كانت الست اللي هو لقوا ان الست المجنونه الستوكر دي وبتاع، وجابوا سيره اللي هو المرض الايروتومينيا ده، اللي هو ان هي بتتخيل شخص وتقعد تتكلم معاه كأنهم صحاب وتفتكر ان هما يعرفوا بعض من زمان وحاجات كده. وده كان طبعا هنت اللي حصل لجو كده. كان برضو لما جاب لك ان ريس قال له احنا الخطوه الجايه احنا عايزين نقتل ابو كيت، طبعا ما كانش مبين لك ليه السبب، ويلا ومش يلا وبتاع، لحد ما جو يحاول يلعب على الطرفين واللي هو لا انا مصلحتي مع التاني ومش عارف مصلحته مع مين. ودخلت اصلا اول ما دخل ابوها ده كان عارف كل حاجه، اللي هو باين لك الراجل ده تقيل، اللي هو تعالى بقى تعالى خد كرسي اقعد كده. فالدخله شدتني للشخصيه دي، عجباني عامه شخصيه ابوها دي، كانت انترستنج فشخ. وما تخيلش ان هو هيبقى امريكاني، فهو كاركتر ان هم حطوا ابوها ده ان هو امريكاني اصلا، تحسه كده فاهم، هو الامريكان اللي هو الجو ده اللي هم اولاد بيبقى معاه فلوس دايما وايده في كل حته ومش عارف ايه والجو ده، ويبين لك يا كيت ليه كانت بتهرب منه وبتبعد عنه. يعني عجبني ان هو حاول يلعب بقى على ريس، واللي هو لا انا هبقى مع ابو كيت وهحاول، يعني لما راح قال له روح اقتله فقلت يا ترى بقى هيعمل كده وبتاع، وجو بقى ان هو واخد بيت في حته ومش عارف ايه. كنت حاسس بحاجه غريبه وهو رايح كده، فلحد ما راح بيفتح تمهين يا جدع انت. قلت ابتدينا نلعب بقى. هنا افتكرت ايه طبعا هنشوت اوت لهدى عشان طبعا كتبت الثيري بتاعت الموضوع ده وطلعت صح في الحلقه اللي فاتت. انا صراحه ما كنتش سمعتها، يعني اكتشفت بعد كده انها منتشره بس اول مره اشوفها عندك، فيعني اختيار موفق. عايش والله. اتبسطت من الحوار البلوت دي ولا ما مش عارف يعني، هي توستاها حلوه، بس ان انا عرفتها قبليها يعني، او ان انا شفت الثيريز حسيت انه صراحه انا مبسوط ان انا شفت الكومنت، بس مش مبسوط ان انا شفت الكومنت. بالظبط، اللي انا مبسوط ان ايه ده حصل فعلا اكتر فشخ لو بالظبط. بالذات ان انا ما لاحظتش الهنتات في بارت 1، انا لاحظت بقى في بارت 2 الهنتات اكتر. واضح ان هي كانوا عاملينها اوبفيس شويه عشان الناس تاخد بالها. بس انت لو خدت بالك في بارت 1، يعني لو شفت بقى، يعني انا رحت شايف حاجه كده بتجمع لك بارت 1 حرفيا كل الحاجات اللي حصلت تبين لك اللي هو عمال بيدي لك هنتات، عمال اللي هو بص يا باشا مفيش حد بتاع. انا كنت مستغرب الحوار ده بس كنت مكبر دماغي، اللي هو مستبعد قوي الفورم دي على يو، يعني هي خرجت من الستيريوتايب اللي هم ماشيين بيه او الاسلوب اللي هم ماشيين بيه. هو عمال يقول لك فاهم اللي هو خد مش عارف ايه من اول، اصلا المسجات لو ركزت فيها اللي هو كان بيبعتها كان بيقول لك هلو يو، اللي هي يو ما حدش او اصلا ما بيقولهاش لحد، يعني بيقولها في دماغه الوحيد او البت اللي بيظبطها المفروض يعني. ايوه كل ده في دماغه. الحد الوحيد اللي قالها له بجد على الحقيقه كان تقريبا لوف ميته، فخلاص يعني ولا تقريبا قالها لكذا حد من اللي فاتوا، بس قصدي في المسلسل ده ما قالهاش لحد خالص او على الاقل بصوت عالي، فدي اصلا كانت لوحدها تخليك تشك. بس انت قلت ده ساعتها قلت ده حد عارف جو فشخ بقى، بس انت لو ركزت اصلا حتى في السيزونات اللي فاتت هو ما كانش بيقولها كتير بالظبط، يعني قالها مرتين ثلاثه وللشخص اللي كان بيحبها. فالموضوع ده اصلا لوحده اللي هو دي فرشه كده على طول. وبقى المقابلات كلها تاخد بالك ان هو ما بيحتكش، يعني كان كل مقابلاتهم ما فيش حد ثالث معاهم. كنت مستغرب الحوار ده بس بقول لك كنت مكبر يعني. فرقهم الصراحه كانوا فرشينها، بس انا بقول لك الواحد ما كانش متوقع ده منهم، يعني كانت
حركه جامده، مع ان يعني جو عنده مشكله في دماغه، ممكن ما استبعدش حاجه زي كده تحصل، بس كانت جامده يعني. عموما انا عجبني حاجه لذيذه قوي ان هو في بارت 1 بيحاول يخلي ان انت بتشوف جو بقى بيحاول يبقى شخص كويس وما ايوه بيقتلش ومش عارف ايه وكده، وبعدين بارت 2 بقى بيفكرك قد ايه جو عنده مشاكل نفسيه كتير وترابلد وابن أيوة. وراجل سيريال كيلر وقاتل مش عارف كام بني ادم، فاللي هو انا نسيت بيوريك جو ده، بالظبط انا انت. بارت 1 ده نساني، انا خلاص بقيت متعاطف مع جو، اللي هو أنت طيب قوي كده ليه؟ انا كنت اللي هو داريس ده ابن ما اللي تخيلتش هو احنا بقى. اصلا الاثنين اصلا وجهان لعمله واحده زي ما بيقول لك بالظبط. يعني. ف فاللي هو انت نساك خالص شخصيه جو اللي احنا ده واقفه الاداء. دي. طيب ماشي. فهو يعني نساك جو اللي احنا عارفينه اصلا من السيزونات اللي فاتت، والكاركتر ديفلوبمنت وصلك يعني خلاص، يعني من كتر البنيه حلوه قوي، خلاص وصلك لبوينت ان انت حاسس ان ده الجو اللي انت عارفه، ونسيت جو القديم، فبقيت بقى خلاص متعاطف معاه بقى، ونسيت ان هو قتال قتله ومجنون وبتاع. بالظبط. فدي كانت حاجه جامده قوي في السيزون، ان هي خلتك تنسى، يعني ما تتوقعش حاجات كتير حصلت او بتحصل. يعني مثلا ان هو اصلا خطف مريان دي، انا كده كده كنت متوقع ان هو هترجع في سام بوينت، بس كنتش عارف ازاي هيجيبوها ازاي، فاهم؟ فان هو خطفها وكل ده في دماغه، ومش عارف البوينت اصلا، التمثيل بتاعت هو اسمه بين ايه؟ بين بادجلي. بين بنش، يعني البوينت بتاعته وهو بيفصل كده وهو واخدها في الكيج، لما وبعدين نقل من هو لكاركتر ريس فعمال يعني. بتقول له يا جو مش عارف ايه، بصت كده انا مش جو، اختفى خالص. فكرتني بقى انا مش سمسم. لا يعني هو يا ابني عارف انت جو في كل الحالات اللي فاتت لما كان بيبقى حابس حد وبتاع بيقعد يحاول يقنعه ومش عارف انا ايه، لا ده اصل هو تقريبا ما كانش متقبل الشخصيه بتاعته، وما كانتش متقبله اللي هو بيعمله ده، وكان عايز يتحسن ويتغير. بالظبط. فاللي هو لا انا كنت مش عايزه كده عشان تسافر لبنتها وبتاع، فاللي هو لا انا هفصل شخصيتي، مخ فاهم راح قاطع، انسى بقى كل ده ما حصلش، افصل بقى خالص. بالظبط. فالوش المرعب ده وهو حتى بيقرا الكتاب بتاع ريس وقاعد معاها والكلام ده وما بيعبرهاش، الموضوع ده كان مرعب فشخ، اللي هو انت ايه شخصيه بقى اصلا ليفل تاني غير اللي احنا متعودين عليه. بالظبط. يعني انت متعود على جو فيه مشاعر فيه بتاع بيضعف في حته، لكن ده من غير مشاعر خالص، ده اللي هو تمام. فدي كانت جامده قوي. هو بمناسبة مريان يعني كنت عايز اتكلم على حتة الخطة بتاعتها ان هي ازاي هربت. خطه جامده برضه. هي خطة جامدة قوي لان انا ما فكرتش فيها خالص، هي كانت ممكن تبقى اوفيس شوية، بس انا كنت دايس في حتة الحلم واللي حصل لجو البتاع اللي هو خده ولما كان بيهلوس وكده. انا تخيلت ان هي فعلا ماتت خلاص، وهو خلاص سابها بقى لحالها عشان هي عايزة تتعرف مكانها وبتاع، وما تخيلتش ابدا ان هي تبقى عامله خطه بقى ويطلعوا كده، فدي كانت حلوه بصراحه، كانت معموله حلو. انا الصراحه يعني كنت عارف ان هي ما ماتتش، لان هي بعد كل ده، بس ما كنت عارف الخطه ان هو هي اسمها ايه اللي بعت المسج دي، كانت الصراحه جامده قوي. لكن انا قلت هي مش يعني مش هتستسلم في حوار بنتها بالسهوله دي وتروح منتحره، وخصوصا انهم جايب لك قد ايه دي اهم حاجه في حياتها، فانا كنت متاكد ان هي مش هتستسلم بسهوله. فكنت عارف ان هي عملت نفسها بلعت بقى الحبايات ولا ايا كان وعامله نفسها ميته، لكن هم مظبطينها ومدينها حبايات بتوقف قلبها وتسيب له النوت عشان يسيبها. فدي التركيه اللي جامده قوي الصراحه. وبرضه عايزين نيجي اللي اسمها ايه اللي هي ناديه جامده قوي. انا قلت لك انا كانت شداني قوي في السيزون اللي فات، حاسس ان كان ليها دور والصراحه ما خيبتش خالص. بالظبط. يعني عامله الدور الستودنت المتفوقه كده اللي هي ذكيه قوي، وهو حتى جو كان على طول مركز معاها، والبنت دي ذكيه وبتاع، وغلطته ان هو استهزأ يعني استهون بيها في كذا بوينت، اللي هو لما كانت داخله قلقانه في الكلاس وبتاع وقال لك كل ده عشان ولد يا ابني. والفكره ان هو اصلا لما تصاحبه قال لك انا كنت عارف الحوار ده من اول يوم اصلا. اللقطه دي كانت جامده، كان باين عليه اللي هو انا كنت عارف ان ده هيحصل. وكان بقى الجامد برضو ان الوش بتاع ريس كان ما كانش مقتنع باللي بتقوله. ما ده يبين لك ان هو لسه في حته في جو برضو شكاكه، اللي هو لا ما طبيعي اصل هو برضو سايكو يعني، فمش هيامن لحد كده.
بس جايب لك جو بقى الجانب اللي احنا خلاص اتعودنا عليه الغلبان ده، اللي هو ده كل ده عشان ولد، يا ربنا يعاونك بقى، ربنا معاك لو عايزه تبس ولا حاجه. فالرئيس الناحيه الثانيه البنت دي كدابه كدابه يا باشا. فلا كانت جامده يعني. الممثله بتاعت ناديه جامده وعملت اضافه جامده في المسلسل. انا شايف كده برضه. الخطه كانت رهيبه الصراحه. ماشي. مشهد الحلم بصراحة كان عظيم 10 out of 10. أنا كنت متخيل إن هو هيصحى يفوق منه يلاقي نفسه إن هو خلاص موتها، ريسي تيك أوفر هو ويموتها، وبعدين يصحى يلاقي نفسه في البيت يروح يلاقيها ميتة غرقانة في دمها، مش اللي هو اللي حصل يعني. بس الحلم نفسه كان حلو، فكرة إن هو فجأة لقى نفسه هناك ومحتاج يفتح لها ومش لاقي المفتاح. انا اتخضيت قوي الصراحه، ما انا اتخضيت، انا كنت فاكر الدنيا بتحصل لحد ما بدات لوف تطلع ومش عارف ايه، قلت بس هي كده. بس عجبني ان هم رجعوا الاول باك ورجعوا لوف، والحوار ما بينهم ما بين كل واحده فيهم بتوري بقى جو انت عارف ان الحلقه دي انت قد ايه بني ادم. لا انت ما ينفعش تحس ان انت ما ينفعش كذا. ايوه ما فيش منك فايده بالظبط. عارف ان الحلقه دي هو اللي مخرجها صح. كانت جامده. هو الحته اللي هو داخل اللي هو شبه الكورت دي وبس بتتكلم وصف بنات قاعدين اللي هو تقريبا الضحايا بتوعه يعني، فكانت داخله برضه جامده. كانت حلوه جدا بصراحه. هي الحلقه كلها يعني انا شايف ان الحلقه دي كانت الحلقه التاسعه صح؟ التاسعه. انا شايف ان دي تقريبا احسن حلقه في البورت ده، عشان كمان اسمه ايه ده، دي الحلقه اللي حصل فيها مشهد البريدج. هو مشهد البريدج ده كان في الحلقه الاخيره في العشر. بجد؟ ماشي. يعني بس التايتل بتاع الحلقه دي كان تريكي قوي، اللي هو ذا ديث اوف جوناثان بتاع اللي هو اسمه بتاع ما مركزش مع مع الاسامي عشان لا ما انا لفتت انتباهي قوي، لان انت فاهم اول ما تشغل نتفلكس كده التايتل راح جه ذا ديث اوف جوناثان مور. ايوه جوناثان مور. فقلت قلت لي، بس انا كنت عارف ان هو مش هيموت ما دام كتبوا جوناثان مور. قلت ده جوناثان مور هو اللي هيتكل على الله، لكن جو هيفضل موجود. وبداية الحلقة بقى راح ما جاب لك رسالة في انتحار، قلت ما كده عرفت ان هو هيحاول ينتحر. هو بيكتب الرسالة وريس بيقول له نتفليكس اول حلقة في الاول. ايوه اول الحلقة كان بيقول لك في ميول انتحارية في الحلقة ومش عارف ايه، فاللي هو طب انا عرفت ان هو هيحاول ينتحر. شكرا على السبويلر. كنت بقى مستني اشوف هو هيحصل ايه، بس انا كنت متوقع ان هي ما ينتحرش يعني، لان ما كانش هيبقى اخر سيزون. كان لسه في مشهد البريدج بقى مشهد البريدج كان عظيم بصراحه يعني. الكونفرونتيشن اللي هو ما بينهم هما الاثنين، وبيقول له لا انا شفت قد ايه، وروني هما ان انا ازاي بني ادم وحش وما استاهلش اعيش، ولو قعدت مع كيت هيحصل لها زي اللي حصل لهم، وانا مش عايز يحصل ده تاني. مش عايز اصحى في يوم الاقي الجانب الانساني الوحيد اللي بتاعتي ومش عارف ايه. وبعدين بقى ريس او الجزء من شخصيه جودي اللي هو هتلاقيه بيقول له نفس الجمل اللي كان بيقولها مثلا للوف او باك، اللي هو انا بحبك، انت ازاي كارهني كده، انت ازاي شايفني كده، انا بعمل كل ده عشانك، انت ازاي مش شايف الموضوع. نفس الجمله اللي هو بيبين هو بيعمل ليه كده وبتاع. والممثل بتاع ريس ده جامد قوي، ممثل حلو جدا. انا عجبني. خد بالك بقى نيجي بقى لحته تانية يا جماعه، الطريقه اللي عملوا بيها ريس ككاركتر تمام، او في اللايتنج والتصوير وفي في الحلقه. لو خدت بالك تمام، المشهد وهو رايح يقتل ابو كيت تمام، ومستخبي تحت الطياره، هو في شادو وريس معلوش شادو. هتلاقي كده هو فاتح ومعلوش اي شادو وهو متغطي. الحته دي كانت جامده قوي لما خدت بالي منها. ففي كذا لقطه كانت كده، فبجد اللي عاملين الحلقه وصلوا شخصيه ريس بطريقه جامده قوي. يعني لا بقى يعني جامده. وغير طبعا التمثيل بتاع ريس، انت خلاص لما عرفت ان هو جزء منه بقى يعمل حركات بقى باين لورا كده وهو في الباك جراوند، فكانت جامده قوي الصراحه جدا. اصلا ريس اللي هو لما طلع اللي هو بيكلمه مش عارف ايه، لما هو اول موت ريس الحقيقي وبعدين فجأة ريس طلع له وراه، انا اتخض كده ولا ايه يا عم انت لسه مش حقيقي. لا انا بقول لك التمثيل بتاع باندا جامد قوي السيزون ده، جامد قوي. والحته هو اصلا بيكونفرونت ريس كذا مره ويقول له لا انا ما عملتش كده وبتاع، فالحته دي كانت جامده قوي. ولا اللبس، انا كنت اتكلم اللبس، البدله جامده قوي. لا كنت واخد بالك ان هم برضو الريس اللي هو اللي جو بيشوفه فيهم نفس السنس اوف اللبس.
غير الريس الحقيقي. ايوه فاهم. يعني في يعني تحس ان هو بيطلع لك نسخه من جو، اللي هو البلوفر مش عارف ايه، القميص اللي في ايه بلوفر، البنطلون اللي مش عارف ايه، لكن الريس التاني اللي على طول بدل على طول مش عارف ايه. لو لاحظت كده الحاجات دي هتلاقي ان في فرق ما بينهم. فكانت عجباني برضو، هم كانوا عاملين ديتيلز جامده قوي الصراحه. بس ممكن نرجع تاني لحته البريدج، اخر حته اللي هو الحته اللي عجبتني قوي لما في الاخر اللي هو ايه حضنه، اللي هو يعتبر اكسبتد اللي هو بيعمله له وبتاع، هما الاثنين كانوا بيعيطوا وبتاع. كان مشهد جامد قوي الصراحه يعني بالنسبه لواحد بيكلم نفسه بس يعني كان حلو قوي. وبعدين حضنه وبتاع قال له ثانك يو وكده. انا بقالي كتير ما شفتش زي ما تقول حب اخ وكده، لان المشهد ده لو ما حدش شاف اي حاجه او بره الدنيا يقول لك احنا عارف الدنيا اللي احنا فيها عادي لكن انت عارف الدنيا وفاهم الدنيا تمام. لا انا عاجبني المشهد ده ومتاثر حب اخوي كده، اللي هو نفس الشخص وبيخاف عليه وبتاع. عموما بصراحه انا كنت عايزه ينتحر، يعني كان نفسي ان هو تخلص على كده، ان هو يبقى نهايه مأساويه، بالذات ان هو كده نهايته مش هتبقى كويسه يعني. انا عشان كده كان نفسي بتيجي منه هو. هو لما حضنه وبعدين رماه، قلت انا قلت اكيد انت هتنط مش هتمشي يعني. لو مشيت هتبقى عبيطه قوي، اللي هو كده مش هيمشي. بس انا حسيته هنا ان هو خلص من الدارك سايد بتاعه. بالظبط. او ان هو خلاص هنا بقى يبقى جول اللي احنا اتعرفنا عليه في السيزون ده، اللي هو جول كويس اللي بيحاول يعمل حاجه كويس، وان هو رمى الجانب ده. وبعدين لقيته لا ده هو ما بيهزرش فعلا ونط وهوبا يلا بينا. وبعدين وهو تحت، لا انا عيل صغير انا عايز اطلع يعني كده الواحد كان عارف ان هو يعني مش هتخلص على كده، لان في حاجات كانت لسه ما اتحلتش يعني. الفكره بتاعت اللي هي المايند، اللي هو انت بتعمل حاجه بشعه ودماغك بتخليك تنساها الفكره دي دايما ما بتفشلش انها تفاجئني. يعني دايما بيبقى بلوت تويست بيذهلني، اللي هو اوف ده انت طلعت بتعمل كتير بس بقول لك دايما ما بتفشلش انها تفاجئني. فكانت يعني انت ما حطيتهاش في الحسبان اصلا السيزون ده واتفاجئت. فكانت عجباني اول فكره، ومع ان فيها افلام كتير يا ريت يا جماعه يفكرونا في الكومنتس عشان انا بحاول افتكر انا ماندو بقالنا كتير يعني. فلا يعني كانت طبعا الصراحه ما توقعتوش على يو يعني. كان نفسي في نفس الوقت ان هو ريس يبقى شخص حقيقي بس في نفس الوقت مش متضايق، لان هو في الاخر كان ريس يبقى شخص حقيقي فجو هيقتله هيضطر يموته. الحاجه يعني غير بقى لو كانوا عملوا حاجه جديده وفي الاخر كملوا هما الاثنين مع بعض بطريقه ما. بس فلو كانوا هيموتوه بقى وحاجات كليشيه فكويس ان ده حصل يعني. خش بقى على اللي حصل بعد ما طلع. بعد ما طلع بقى وخلاص واتكلم مع كيت وكده وبدأ يأكسبت نفسه ويقول لك انا هبقى انسان جديد بقى ولا الحقيقه كلها وبتاع. بعدين نقلوا النقله على ناديه. انا اصلا حته ناديه وهي بقى بتكتشف هو مين وكده، هي وصاحبها ده، انا قلت دي حاجه السيزون الجاي. قلت السيزون هيقفل على ان هو وكيت خلاص هيبقوا مع بعض، وناديه واسمهم ايه هيكتشفوا عليه حاجات ويسيبوها بقى شبه كليف هانجر عشان يبقى في بلوت. انا قلت دي بلوت السيزون الجاي اللي هو بقى ناديه هتبقى وراه بقى وهجيبك يا ابني او بتاع. قلت ده السيزون الجاي. لا تخيلتش بقى التويست ان هو يقلب بقى 180 درجه. خلاص هو هي اكسبتد الجزء اللي هو السيء منه. عجبني البرود اللي هو ما هو خلاص هو بقى فول اكسبتنس. وغير كده انا ورايا يا باشا فلوس وسلطه وترابيزات بلياردو بينج حرفيا يا اسطى يعني. خلاص هو معاه كل حاجه، ما فيش حاجه هتوقفه. ورجع عارف حتى يعني هو بعد ما يعني موت الواد صاحبها وبعدين لبسها لها، كانت تلبيسه ذكيه فشخ قوي وحلو. وبعدين هي وقعت على الارض مسكي كده امسكي عارف اللي هو امسك السلاح ده كده شوفي. عجبتني هو قال لها بالراحه قوي امسكي كده وهي متفتحه كل برود. يعني انا حسيته بص يعني انا حسيته هو داخلها بكل برود كده. انا قلت هقول لها بقول لك يا بنتي ريحي دماغك وامشي ومش عارف امشي وما حصلش حاجه وريحي دماغك عشان ما تتاذيش وانا مش عايز اذيكي. فقلت هو كويس وبتاع. فجاه بص لقيت في جثه على الارض يا عيني وقلت خلاص ده ما فيش يعني ولا دي هتسكت ولا ده هيسيبها كده. فقلت ايه اللي هيحصل؟ لا تعال والواد يعني اللي جه في الرجلين ده عمال دراج ديلر في الاول وجثه في الاخر فاهم. فاللي هو امسكي دي ولبسها التهمه وقال لها هتحاولي بصي قولي وشوفي مين هيصدقك. انا كده مش هتعرفي توصلي لي دلوقتي. ولبس لها كمان رجع حط لها البوكس بتاع حاجه تريس في بيتها عيفها لها فاهم كده. يعني صعبت عليها قوي وهي عيني عماله تعيط جاب لك انها طفله في الاخر يعني.
بس انا يعني متوقع منها وش جامد السيزون الجاي. انا الحته دي كويس انت فكرتني. الحته دي هو جو دايما في كل سيزون لازم بيبقى فيه الجزء اللي هو بيقتل بقى فيه الناس عشان يبروتكت حاجه وفي ومش حد عارف ايه، بيبروتكته او وفي طفلة. حد بيبروتكته. مم. يعني سيزون 1 كان باكو، سيزون 2 كان إلي، سيزون 3 كان ابنه. السيزون ده كان المفروض ان انا حسيتها هي بس بعد كده السيزون ده كان المفروض ان هي دي نادية، يعني هي نفس الفكرة كده، اللي هي شخص اصغر منه، هي ستودنت بتاعته، فهو ذكية بيساعدها وبتحب ومش عارف ايه، ولما ساعدها مع مالكم وكده. السيزون ده وراك بقى ان هو خلاص، هو لما شخصيته بقى كملت خلاص بقى جو مش هيبقى عنده سايد ان هو يبروتكت حد صغير او يصعب عليه زي ما هو كان هو صغير ما حدش كان بيساعده، فهو بيساعد ده عشان وخلاص بيصعب بقى عليه. عنده جبروت مش خلاص طبيعي. بقى، فهو المرة دي قلب لك بقى اللي هو لبسها لك في الحيطة خالص. حوار ان كيت لما قالت له انا دلوقتي عندي السايد بتاعي اللي انا مش عايز اوصل له، وانت عندك السايد اللي مش عايز توصل له، فاحنا هنحسن بعض ونمنع بعض ان احنا نبقى كده. انا كده كده كنت عارف ان هم يوصلوا البوينت، وكنت قلت دي بقى this is the one بتاعت جو بقى اللي هو خلاص يعني هي دي. فعجبتني ان هم اللي هو لا احنا هنعيفها مع بعض يعني، ومسكت بقت حاجه قويه فشخ، مع ان دي الحاجه اللي هي اصلا بتحاول تهرب منها من زمان، حوار ان هي تبقى زي ابوها بالظبط. بس هو دي الفكره ان هي انت جو انت اللي هتحاول تمنعني ان انا ابقى كده، وانا امنعك ان انت توصل للحاله دي. فدي يعني حاجات كتيره ممكن تحصل السيزون الجاي. ممكن نتكلم برضو على الانترفيو اللي في الاخر ده. يعني بعيد عن الانترفيو لفتت انتباهي وانا بتكلم دلوقتي ان هو حلق دقنه. رجع لك بقى جو الاصلي، غير ان هو رجعك جو الاصلي. ده ممكن يبقى زي فورشادوينج ان هو عشان هو رجع نيويورك ومسح الماضي بتاعه كل المشاكل، اللي هو عمل كلين سليت كوايب، فهو ايه حلق دقنه اللي هو كلين شيف برضه نفس الفكره. وعشان يرجع لك الانطباع بقى القديم، يرجع لك جو بقى جو بس انت رجعت بقى مكانك، فكل الناس بقى عارفاك هنا، انت ما تعرفش مين ممكن يطلع السيزون الجاي. انت رجعت الاساس. حتى لما ريس طلع له في المرايه جاب لك ان الدارك سايد لسه موجوده وخلاص، هو امبريسد يعني، ومش ما ماتتش مثلا من البريدج، هي هم بقى واحد. مع اني نفسي اشوف ريس تاني الصراحه. انا نفسي يجي له برده اللي هو وراه كده يكلمه. لازم كده يحصل بريك داون يعني، دماغه دي وش يعني ممكن يحصل لها بريك داون في اي لحظه يعني. مستنيها. والانترفيو بقى طول الانترفيو كده تحس ان في برضه حاجه يعني، في حاجه مش مريحه كده، في حاجه مش مريحه. ايوه طول ما هو كل راح ماسك رجليها كده وبتاع والله لا تحس نظراته في وكلامه والحاجات دي كانت، وهو بيقول بقى ان هي مسؤوله مش عارف عن البيزنس بتاعه بتاع، وانا موجود هنا عشان اساعدها. بعمل كده اخر حته خالص لما كان بيقول I'm just here to help والكاميرا قريبه قوي عليه، اللي هو انا المؤاخذه اللي بخلص المواضيع، تحس ان هو بقى الهيت مان بتاعها مثلا. فاللي هو يا باشا بس استنى انا ويدا كده، انت كان اخرك ايه؟ والبوك ستوري اللي هو اشتراها ده تقريبا اعتقد بتاع سيزون 1. انا نفسي يبقى بتاع موني فعلا. اتمنى لان هي بجد وحشتني، ويبقى في بقى تحت المقر بتاعه جو كيف يعني يرجعونا، نفسي يرجعونا لشويه اجواء من سيزون 1 كده. وبيقول لك ممكن نخش بقى اللي ممكن يحصل في السيزون الجاي. يقول لك ممكن اورتيجا تيجي تاني. ليه؟ عموما دلوقتي انهم كانوا عايزين يرجعوها في السيزون اللي فات، بس كان سكادجول التصوير متناقض معاها وكده فما عرفوش، فممكن تطلع. عموما هي جينا اورتيجا دلوقتي بعد كمان الضجه اللي خدتها وريت الناس هي بتعرف تمثل حلو فعلا، فلو جابوها هيستفيدوا منها كتير، مش تبقى حشر وخلاص. فده يبقى كويس، ده يبقى لذيذ. انت مستني السيزون الجاي كميه ناس يعني. انا اعتقد ان مريان دي مش اخر حاجه ليها، اعتقد ان هي at some point هتبقى عايزه يعني، جاب لك وهي بتقرا الاخبار كده اللي هي اللي هي ايه، انت خلاص بقى هتعيش حياتك ولا كأنك عملت يعني. فاعتقد ان هي at some point في حاجه هتحصل هتخليها تخش في الموضوع مع بقى ناديه اللي في السجن دي. وش برضه يعني البت دي ليها بوتنشال جامد قوي ممكن تعمله، فمستني منها حاجه. بصراحه انا اختلف معاك في الحته دي. انا حاسس ان مريان خلاص اللي هو هي عايشه عارفه ان جون فاكر ان هي ميته وعايشه في حته بعيد عنه هي وبنتها، فاللي هو ايه خلاص هتكفي شره وتبعد عنه. الا لو عرف ان هو هيعرف، لو عرف ممكن ساعتها. اعتقد البلوتايه ان هو اصل انت ايه اللي هيبريك ما بينه وما بين كيت. اكيد في حاجه هتحصل، لان هو حتى بين في انترفيو كده بيقول لك، كان بيقول له انت دي بقى الدوان وخلاص، قال له انا ما اعتقدش ان هي هتكمل برضه. في وش في حاجه هتبوظها، لان هو مش هيفضل محمي على طول.
فاعتقد بقى هيبقى في تجميعه كده. حتى هم قالوا له انت في ناس كتير هتبقى انت رجعت الهوم بتاعك، توقع بقى في ريفنج من مريان او من اسمها ايه. فالموضوع مع ان التانية هي اللي مسجونه في سجن في انجلند، ما اعرفش ازاي بقى ممكن ترجع. دي انا برضو حاسس ان هي يعني صعب صعبة ترجع، بس نفسي اشوفها تاني، لان حاسس ان هي لو مسلسل من وجهة نظرها فانا حاسس ان هي محتاجة ريفنج محترم يعني، لان البيت يعني مستقبلها راح يعني اتبهدلت خالص. مستني شغل كتير ممكن يتحصل في سيزون 5 يعني. هو قال لك لسه لحد دلوقتي مفيش حاجه اوفيشال، قال لك لو خلص على كده انا مش هتضايق يعني لو ما اتجددش. بس قال في نفس الوقت ان الرايتر اللي هو كاتب يو كان قال له الاندنج بتاع جو هتخلص ازاي قبل في سيزون 4. فده معناه ان هو اوريدي محددين يعني هو عارف الشخصيه هتخلص ازاي، جو هتحصل ازاي. بس فده معناه ان هم لسه شايلين حاجات. واعتقد ان السيزون الاخير ده هيبقى هو بقى المليان وفي البهاريز وحاجات تكمل سيزون 4، لان سيزون 4 بالنسبه لي جامد، ممكن يبقى مع 1 كده. انا بالنسبه لي بصراحه بحب سيزون 2 اكتر. 2 اكتر من 1 يعني هو طبعا 1 كان ليه اللي هو بدايه ومش عارف ايه، بس انا بحب سيزون 2 عموما. و4 لا 4 اثبت لي ان هو مختلف لا يعني، في حاجه جامده طفره كده لوحدها، او يعني حط لك عامل مختلف في يو يعني، مشاك بطريقه مختلفه. اعتقد في حاجه ضايقتك عامه في السيزون؟ يعني بصراحه الحاجات اللي ضايقتني مش فاكرها دلوقتي، او الحاجات الحلوه نسيتني الحاجات اللي ضايقتني. نفس الحاجه برضه. فمش حاسس ان احنا محتاجين نركز على النيجاتيفز قوي. انا مبسوط كده باللي احنا انا الصراحه برضه السيزون عجبني يعني. ممكن وانا بتفرج كده في حاجه كام حاجه ممكن تبقى اللي هو ماشي، بس السيزون ككله كتوتال نساني الحاجات دي. طيب اعتقد كده خلاص. اعتقد احنا اتكلمنا حبه حلوين يا جماعه عشان نكفي اليو بقى. والسيزون صراحه كان مليان حاجات كتير يتكلم عليها. ان شاء الله الحلقه تكون عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت سبسكرايب وتدوسوا الجرس كل الحاجات دي وسيطوا الدنيا يعني. ان شاء الله تكون حاجه عجبتكم، واستنونا في رمضان ان شاء الله. بس سلام.